السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الخير، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ذا بيج جيم، الأهلي باتشوكا ماتش سيمي فاينال في الانتركونتيننتال كاب أو كأس الانتركونتيننتال، واللي هيكسب الماتش إن شاء الله هيقابل الوحش المدريدي بطل أبطال أوروبا نادي ريال مدريد، اللي بالمناسبة عنده ماتش النهاردة برضه كبروفا أخيرة في الدوري الإسباني. فدي حاجة كانت مقلقاني شوية إن هو ممكن كان يكون مريح، بس النهاردة طلع عنده ماتش برضه، فالتشانسز أو there kind of equal، يعني الفرص هتكون متساوية بعض الشيء ما بينه وما بين اي حد بيلعب النهارده، سواء الاهلي ان شاء الله رب العالمين او الاهلي ان شاء الله رب العالمين. تعال النهارده يا صديقي العزيز نتعرف على تشكيل اقرب لنادي الاهلي النهارده وطريقه اللعب واحداث المباراه وايه اللي ممكن يحصل وايه البدايل اللي عندي. خلينا نكون متفقين ان نادي باتشوكا مش بالنادي السهل اللي احنا كنا متخيلين. نادي باتشوكا عمل ماتش هايل جدا قدام بوتافوجو الماتش اللي فات، وحاجه كويسه ان هو لسه لعب من 3 ايام. احنا ممكن برضه نستغل حاله الارهاق اللي ممكن يكون الفريق عليها، في نفس الوقت انت مريح تقريبا بقالك اسبوع، ودي حاجه ممكن نعتبرها بلس من ناحيه. قبل ما نبدا في اي حاجه، في حافز كبير جدا للعيبه، وطبعا احنا عارفين ان الماني هي اللي بتحرك الماشين. فالنادي الاهلي راصد مكافاه طبقا لبعض التقارير بتقول توصل ل 250,000 جنيه لكل لعيب لو كسب الماتش ده. طبعا ده بالنسبه للاهلي ان شاء الله رب العالمين هياخدوا، يعني لو كسب الماتش 4 مليون دولار تكلفه 200 مليون جنيه، فده هيعمل فرق كبير جدا في ميزانيه النادي الاهلي، وهيكون عندك الليفرج ان انت تشتري لعيبه وتحضر لكاس العالم اللي جاي. التشكيل الاقرب ان مارسيل كولر مدير الفني السويسري للنادي الاهلي يبدا بيه النهارده. طبعا لا خلاف على محمد شناوي في حراسه المرمى، قدامه 2 رامي ربيعه وياسر ابراهيم، اللي انا عندي احساس ان ياسر النهارده هيعمل ماتش هايل. ياسر من اللعيبه الرجاله جدا في الملعب، اتمنى يلعب قدام النهارده اكرم توفيق ناحيه اليمين، طبعا عطيه الله ناحيه الشمال. في حاله ان مارسيل كولر هيبدا بعمر كمال ناحيه اليمين، يبقى هينزل اكرم توفيق في نص الملعب. ممكن التغييرات تحصل بعد كده، هيشوف عمر ازاي ان هو هيعمل هاندلنج لناحيه اليمين، ما كانش قادر ان هو يسد، فمارسيل كولر عنده برضه ان هو يطلع عمر كمال وينزل اكرم توفيق ناحيه اليمين، ويحط حد زي مثلا عمرو سوليه في نص الملعب. نيجي عند خط النص والناس الرجاله جدا اللي حاجزه مكانها ان ادفانس مروان عطيه مسمار نص الملعب، وجنبه ناس كتير بتقول احمد نبيل كوكا وناس كتير بتقول عمرو السوليه. انا بالنسبه لي ابدا بكوكا الاول، معاهم امام عاشور. طب ليه كوكا اوفر السوليه؟ كوكا لسه لعيب صغير ولياقته اعلى شويه من عمرو السوليه. عمرو السوليه ممكن يكون بديل استراتيجي جدا في الشوط الثاني او اخر نص ساعه من الماتش، ولكن انا من رايي ان كوكا هو اللي يبدا المباراه. نعم كوكا مش في افضل مستوياته، بس بتاخد منه مجهود في نص الملعب غير طبيعي. معاهم طبعا امام عاشور اللي ما حدش يختلف عليه ان هو لاعب كبير، ان شاء الله رب العالمين نشوف منه ماتش كبير النهارده لو تنازل عن الانانيه واخدنا اللقطه اماميه. لازم نعرف يا جماعه التغيير في الشخصيه بيأثر على التغيير في اداء في الملعب. لما بتحس يعني امام عاشور مثلا لما تشوفه بيقلل في ماتش، تحس ان لا اللعيب ده هو اناني اصلا في الريال لايف وحابب ان هو ياخد كل حاجه لنفسه، ودي حاجه مش كويسه وما بتناسبش لاعب النادي الاهلي او منظومه النادي الاهلي. قدام على الطرفين هيكون عندنا طاهر وحسين الشحات ناحيه الشمال، وان شاء الله رب العالمين راس الحربه او السترايكر هيكون وسام ابو علي. طبعا مش عايزين جو هارد على وسام لان وسام لسه راجع من اصابه، وسام ابو علي لو في قلب الماتش كده لو ما عملش الاداء المنتظر منه او استغل الفرص او بما انه هو لسه راجع من اصابه، انا رايي ان كهربا ما ينزلش، كهربا تاني ما ينزلش. انا كواحد اهلاوي كهربا لما بينزل انا بحس ان احنا بنلعب ناقصين واحد حرفيا. انا من رايي ان هو طاهر هينزل يبقى سترايكر، وانزل رضا سليم اوفر بيرسي تاو. سليم على بيرسي تاو ده برضو لا محاله. بيرسي تاو ما بيمرش بافضل فتراته، بيرسي تاو مشغول بمستقبله اكتر ما هو مشغول باللي بيحصل الايام دي. بس انا شايف ان رضا سليم هتاخد منه مردود. ناس كتير بتفضل رضا سليم ناحيه الشمال، بس رضا سليم بيأدي ناحيه اليمين احسن بكتير، لان هي دي ناحيته، هي دي الناحيه اللي هو بيلعبها اوريجينالي. حاجات لازم ناخد بالنا منها في الماتش يا جماعه. اول حاجه واهم حاجه هي الانانيه. واضح جدا على اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره موضوع الانانيه، وكل واحد بيقول يلا نفسي، وده وصل للاعيبه كتير جدا امثال امام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، دول اكتر 3 معروفين بالانانيه قدام المرمى. كل واحد عايز يجيب جون عشان يبني مجد شخصي لنفسه، ودي حاجه بصراحه اوقات كتير بتودينا في 60 داهيه. لازم يكون عندنا حته انكار الذات ولباص كوره بسرعه. نفسي امام عاشور يتفرج على كام ماتش كده لميسي بالذات، لان ميسي افضل واحد
بيعمل عمليه سكاننج في الملعب. شفناه في ماتشات كتير جدا بيعمل عمليه السكاننج في الملعب، اللي هو يقعد يبص يمين وشمال ويشوف مين رايح فين ويقدر يعمل ايه ahead of time. حاجه كمان لازم اخد بالي منها الهجمه المرتده، ما تبقاش غشيم وانت بتهاجم، هاجم بحساب. كلنا شفنا ماتش باتشوكا وبوتافوجو، باتشوكا جابت 3 اهداف من الهجمات المرتده، ومن افضل الفرق اللي بيعمل هجمات مرتده حرفيا السيزون ده لما شفته. فلما تهاجم ما تبقاش غشيم، اهدى واعمل عمليه التوازن ما بين الهجوم والدفاع. مفاتيح اللعب في حاله ان شاء الله رب العالمين الفوز بالمباراه لحد مثلا دقيقه 60 او 70. مارسيل كولر لازم يكون مدير فني ذكي ويعمل حساب اللي بعد كده على حسب مجريات الامور. لو الدنيا ماشيه تمام وانا فرق سكور ان شاء الله رب العالمين، ابدا ان انا اريح العناصر الاساسيه بتاعتي. يعني ممكن اطلع شحات، ممكن اطلع وسام، ممكن اريح مروان الماتش اللي بعد كده. ما تنساش ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله يا رب ربنا لو كرمك لو كسبت النهارده هتلاعب ريال مدريد في النهائي. الماتش ده يعني ده مستوى التنين بقى، يعني انت محتاج تنين مجنح يجري في الملعب. اكيد الحاجات زي كده بتفرق. جماهيرنا الكبيرة العظيمة اللي موجودة في كل مكان في أنحاء الكرة الأرضية مستنيين النهاردة تشجيع من نار. ركز كجمهور على أغنية من التالتة شمال، زي ما قلت قبل كده الأغنية دي بتحرك جبال. ومن الحاجات البوزيتيف في البعثة إن كابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة للنادي الأهلي، وحرفيا قال لهم يا جماعة انتوا كسبتوا كل حاجة، دوري، كاس، سوبر أفريقيا، كل حاجة، ناقصنا بس نوصل نهائي كاس عالم، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونسعد النهاردة إن شاء الله. من ناحيه البرفورمانس النادي الاهلي معروف مؤخرا ان اول نص ساعه بتكون على اداء ومجهود وبدنيه وضغط وكل ما قلبك يشتهي في كره القدم. اول نص ساعه النادي الاهلي لازم نستغل الفرصه ونسجل ان شاء الله هدفين على الاقل، لان احنا كلنا عارفين برضو ان المجهود بيقل في الشوط الثاني. وما تنساش انت لعبت الفريق ده قبل كده وكنت كسبان 2-0 قبل كده، عمل عليك ريمونتادا في الشوط الثاني واخدك الاكسترا تايم وراح كسبانك 4-2. لازم نبعد عن الاكسترا تايم، انت ما فيكش حل تجري اساسا. وزي ما قلنا قبل كده لازم نعمل حساب للماتش اللي بعد كده ان شاء الله رب العالمين. زي ما قلت قبل كده من الحاجات برضو البوزيتيف ان ريال مدريد عنده ماتش النهارده في الدوري الاسباني. في حالة لا قدر الله دخل فيك جول في البداية you have got to keep cool it's okay. طبعا احنا برضو كنادي اهلي مش عايز اقول احنا يعني ساعات كتير بيبقى لازم يدخل فينا جول عشان نحرك المية الراكدة شوية. دي حاجة انا متمناهاش. انا لازم كلاعب لازم يكون عندي الاصرار ان انا اكسب الماتش، مش استنى ان يدخل فيها جول علشان ابدأ ادخل اجواء المباراة. اما في حاله ان شاء الله رب العالمين لو انت كنت المبادر بالتهديف وجبت الجول الاول، الآفة بتاعت النادي الاهلي الحفاظ على الهدف الاول، ودي حاجه من عيوب مارسيل كولر. يا جماعه الخير احنا لعيبه الكوره من زمان جدا وعارفين ان الجول الاول ده او مباراه الهدف الواحد غير مطمئنه على الاطلاق. لينا امثال كتير جدا. كم من مباراه النادي الاهلي كان كسبان فيها 1 وراح مرخي الماتش كله وهوب راح جاي في الجون التعادل، واوقات كنت تخسر المباراه. علشان خاطري فيا ريت لو جبنا جول نسعى ان احنا نجيب الثاني، نسعى ان احنا نجيب الثالث. اتفرجوا على ماتش العين يا جماعه، انتوا عملتوا ماتش حرفيا عالمي ما شفناهوش من 10-15 سنه. الناحيه الثانيه من الكوكب عندنا ماتش النهارده في الدوري الانجليزي، ليفربول هيلعب مع فولهام، واللي لو كسب ماتش النهارده هيكون بعد بالصداره عن اقرب منافسيه تشيلسي في الوقت الحالي اللي لسه عامل ماتش عالمي قدام توتنهام في ارضه كسبان 4-3. ليفربول لو كسب الماتش ده ان شاء الله هيبقى فارق 9 بونت عن تشيلسي اللي لعب 15 ماتش، وليفربول النهارده هيتم 15 ماتش. وكمان في ماتش جامد جدا ما بين ارسنال وايفرتون. انت عندك اقرب منافسين ليفربول على الدوري الانجليزي الموسم ده تشيلسي وارسنال. ارسنال it's not the best. مانشستر سيتي somehow هو بره المنافسه السيزون ده، هم يعني مقتنعين بكده ومتعايشين جدا مع الامر. يعني ارسنال النهارده عنده ماتش تكسير عظام مع ايفرتون، وان شاء الله ايفرتون يعطل ارسنال اكتر علشان ليفربول يلعب في الصداره باريحيه. كل المؤشرات ان شاء الله بتقول ان ليفربول هو هيكون بطل البريمير ليج السنه دي، ولكن احنا برضه يعني اتعلمنا كتير من البريمير ليج ان مفيش حاجه مضمونه في البريمير ليج، لان ممكن في اخر كام ماتش تلاقي ليفربول هو الدوري بتاعه يروح نازل او اللعيبه تطمن زياده عن اللزوم. ولكن بالمدير الفني الجديد بتاعهم اللي باين عليه فعلا ان هو فيري موتيفيتد، عنده حماس كبير جدا ان هو يعمل حاجه مع ليفربول السنه دي.
النهارده النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب بفانيلا حمراء، شورت اسود، والشراب يبقى احمر. الطقم ده اللي انا بفضله على المستوى الشخصي اكتر من الاحمر والابيض بالاحمر، لان نادي باتشوكا هيلعب بالطقم الابيض كله، فهتلاقي ان الشورت النادي الاهلي الابيض هيتعارض مع الطقم بتاع باتشوكا. انا بعتز جدا بالطقم ده، وده طقم كاس العالم بالنسبه لي بصراحه. فان شاء الله رب العالمين التوفيق يكون حليفنا النهارده ونكسب سكور مستريح. انا توقعاتي للماتش ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي. بس كده، ودي كل حاجه كانت معانا النهارده، وان شاء الله رب العالمين نشوفكم بعد المباراه. ان شاء الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي ويفرحنا كلنا. We will have a great weekend. شكرا جدا على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.